المحافظة صباح اليوم بتلك الذكرى الخالدة، وسيقام الاحتفال بقصر الثقافة على مدار يومين. ارجعوا في الذكرى دي وقولوا بقى لنفسكم يا مواطني مصر يا شباب مصر، لن نسمح بان يعاد رمال سينا دي تلطخ بدم بغير دم محرر سينا، دم الجيش المصري اللي حرر هذه البلد. وانتم يا مواطنين لا تسمحوا على الاطلاق بان يكون لغيركم رجل على سينا. 25 ابريل خلاص ايامها راحت، وايامها اللي جت بايد المواطنين، بايد الشعب، بايد الشرطه، بايد الجيش. هتبقى مصر كل حبه رمل فيها تقول الى الوطن ولا شيء غير الوطن. ذكرى تحرير سيناء بيمثل لينا العزه والفخر والنصر لمصر ولكل العرب. ذكرى تحرير سيناء ما بيمثلش النصر لمصر فقط، لا، للمنطقه العربيه كلها، لان مصر هي ام العروبه، ومصر يعني ربنا حميها بجيش وطني، وجيش له قوته، وجيش له كيانه، ومعروف بين الدول العربية كلها بل والعالم أجمع. ما زلنا إحنا الجيش المصري بيحارب وما زال يحارب، وحارب قبل كده، حارب في 67 وحارب في 56 وحارب في 73 وحطم أسطورة الجماعة الإسرائيليين. أنا بقول من طابة، أنا من محافظة فيوم، وبقول من طابة طير يا حمام هدي فوق بركة قارون، هات لي معاك رمز السلام من سينا غصن الزيتون، طاير بجناحك في العالي فوق كل مدينة هتحوم، فوق مدينة الإسماعيلية هلها ناس عزاز عليا، أصحاب أمجاد بطولية تاريخهم عندي مفهوم، من طابة طير يا حمام هدي فوق بركة قارون. أنقذت العناية